الأمير عبد الرحمن بن مساعد طلع بتصريحات قوية وتكلم عن الموضوع. ياسر القحطاني طلع تصريحات قوية وتكلم عن الموضوع. سامي الجابر، صالح النعم، الكل تكلم إلا اثنين. المشكلة الاثنين هذول اللي تحتهم من إداريين وأعضاء وذهبيين تكلموا، الأعضاء الذهبيين سابقا. الاثنين هذول يطلعون ويصافقون الجمهور ويعارضون الجمهور بعدين يختفون. تعبت انا يا ناس. يعني الهلال يوصل لمرحلة انه يقولوا لك خلاص تبي تلعب كاس العالم بنجيب لك اعارات تاخذها من اندية الصندوق او من الاندية الموجودة عندك في الدوري. خلاص جيبوا لنا هارون كمارة، اعطونا تعبتونا يا عالم. امس طالع لك اعلامي بعد مباراة الاهلي يسأل رياض محرز هل ترغب في تمثيل الهلال كاس العالم؟ قال رياض محرز انا ما ابغى امثل الا الاهلي بس، يعني سرها انتم الهلال. يعني وصلنا لمرحلة انه يعني يصير شكلنا زي كذا، كأننا قاعدين نشحت. اقسم بالله الشخص اللي ورا الاسباب هذه كلها وعزة الله ستكتشف ذات يوم. اكتبوا لي رايكم يا جماعة بالكومنت. لا تنسوا اضافة لك. السلام عليكم. يا لطيف يا جماعة، أقوى تصريحات شفتها في الوقت الحالي طلعت من الأمير عبد الرحمن بن مساعد. اسمعوا ايش قال. تصريحات عبارة عن كب العشاء، ووضح للمشجع المسكين الغلبان وش قاعد يصير. أنت متخيل عزيزي المتابع في بداية كلامه قال يا ليت الهلال ما يقدر يلعب كأس العالم للأندية. يقول خصوصا بعد ما طلع خبر أن ناخذ لعيبة من أندية الصندوق فقط إعارة لكأس العالم. ذكر أن في الوضع الحالي الهلال الموسم الجاي من أندية الوسط مش في التوب. يعني أنت متخيل عزيزي المتابع أن الموضوع صار أكبر من ابن نافل، صار أكبر من المفرج. ما لها علاقة الإدارة. كلام الأمير عبد الرحمن بن مساعد بيفهم الذكي وبيدري لوين متوجه كلامه. واضح أصلا للشارع الرياضي الآن أن الوضع اتضح بشكل كبير أن الإدارة ما لها علاقة. إذا تبي تعرف أن الوضع هاج بالمرة ما طلع شخصية مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد طلع وتكلم، ألا أن الموضوع هاج. هل يعقل النادي السعودي اللي بيمثل السعودية في كأس العالم للأندية إلى الآن ما اندعم، ولا في فكرة أنهم يدعمونه، ولا في اقتراحات، ولا في شيء؟ الدعم اللي بيجيك منهم أنهم يجيبون لك لاعب إعارة سلف من نادي ثاني وترجع بعد كأس العالم. والله شيء كارثي في حق نادي الهلال. ايش هي خيارات الهلال في كاس العالم للانديه؟ حسب اللي احنا قاعدين نسمعه، لياو، ماركو سيلفا، نونو سانتو، كونسيساو اليوم طلعت تداولت عنه الاخبار. طيب هذول كلهم مين وكيلهم؟ خورخي مينديز. لنفترض ان لياو وماركو سيلفا خيارين جميله جدا ومرحبين فيها لو جت، رغم اني ضد انك تجيب شيء ضد احتياجك، لكن هذا وش طاق له بيت في العريجه قاعد يستثمر فينا ولا شلون؟ هو صح انه الاقوى الوكلاء في العالم اذا ما كان الاقوى، لكن برضه يعني ما يقلبوا بقاله، نقلب ام النادي كله برتغاليين ولفرهامبتون. تبي تيشيرت ناديك باعلى جوده وفوقها في تي ان ميستري ب 19 ريال، تيشيرت عشوائي بجوده عاليه جدا، رابط كود الخصم في البايو يلحق ما تلحق. ما يهمني ايش بيصير وش راح يصير وش اللي ما راح يصير، انا اهم شيء تكفر لي احتياجاتي. يعني مو بروتين نادي هو، لا، في عده نقوصات: مدرب، مدير رياضي، ظهير، سنتر، مهاجم، تدعيم لاعب نص، جناح ايمن، نقصات كثير. لكن ابرزها يعني جناح يمين، سنتر، مهاجم، وكلك من الشاكرين. انت كذا بتحسن وبتعدل من شكل الفريق. اما سالفه خط لزق هذه ما نبغاها رجال. ساتر. الامير عبد الرحمن بن مساعد يا جماعه رئيس الهلال السابق يقول يا ليت الهلال ما يشارك في كاس العالم القادمه. اي والله يا جماعه، يقولوا على جمهور الهلال بعد انه يهيئ نفسه ان الهلال بيطلع بنتائج كارثيه سلبيه ممكن تاريخيه في كاس العالم القادمه، وراح تكون مشاركه سيئه للهلال في كاس العالم. الهلال ما اندعم، ويقول لو حدثت معجزه ممكن نسوي شيء، بس مستحيل. باقي شهر يا جماعه، باقي شهر او اقل من شهر، 28 يوم 27 يوم على كاس العالم، ومستحيل قبلها باسبوع لازم تكون مجهز كل شيء. يعني اسبوعين يمديك تسوي كل شيء، يمديك تجيب مدرب، صفقات سوبر، تغير كل شيء بهذا الاسبوعين، مستحيل الوضع. كلام الامير عبد الرحمن مساعد قوي باتجاه اداره نادي الهلال والمسؤولين بصراحه. ننتظر نشوف الاحداث الايام القادمه، راح تكون كارثيه بصراحه. نتكلم بم بم بم. اسمعوا الخبر الصادم، لا تنسوني من الفولو واللايك. أتمنى أن ينسحب الهلال من بطولة كأس العالم للأندية إذا كان المقترح فعلا إعارات من أندية الصندوق. والتصريح الثاني الأقوى: الهلال لم يدعم ب3 صفقات أجنبية قوية ولاعبين محليين أقوياء لتقوية الدكة، سيصبح من أندية الوسط ولن يستطيع المنافسة على الدوري أو المراكز المتقدمة. أتوقع الطبخة انفهمت. شكرا يا الأمير.
الحين رسميا عرفنا وضع الهلال. تصريح الامير عبد الرحمن بن مساعد خلانا نفهم كل شيء. قال على هذا الوضع نادي الهلال الموسم القادم راح يكون من أندية الوسط. وكمان الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقول أتمنى إنه الأهلي يروح يلعب كأس العالم للأندية بدل الهلال. ما حد عارف إيش حيسوي نادي الهلال قدام، لكن ننتظر ونشوف. وأنت عزيزي المشاهد عشان تشوف الهلال في كأس العالم للأندية وأي مباراة في العالم مالك إلا زيد فور اشتراك 3 شهور ب 34 ريال وفي تجربة مجانية. الحق الرابط في البايو ولا تنسى تدق الفولو. استر يا ستار، استر يا ستار يا ابويا، يا ابويا اشبنا يا ابويا، شبكبك بوكبك ببكبك. تصريح عبد الرحمن بن مساعد يقول رئيس الهلال السابق، يقول يا ريت الهلال ما يشارك في كأس العالم للأندية. هذا أولا. ثاني شيء التصريح الثاني يقول الجمهور الهلال عليهم أن يهيئون نفسهم ليحصلون على كوارث سلبية في كأس العالم للأندية. أوه شنو هذا يا عبد الرحمن بن مساعد؟ ويقول بعد عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال يقول نادي الهلال راح يكون من أندية الوسط. ويقول بعد عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق يقول يا ريت الأهلي أو الاتحاد يشاركون في كأس العالم للأندية بدلا من الهلال، فهم جاهزين وأقوى فنيا هذا الموسم. يا شباب أقسم بالله تصريح قوي، تصريح قوي بالرئيس السابق عبد الرحمن بن مساعد. اقسم بالله العظيم الهلال يمر في ازمه سيئه جدا. اعطوه رايكم يا شباب، اعطوه رايكم.